السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفوز، صباح الانتصار. الأهلي مش ملاحق على البطولات، الله يكون في عون لعمرو فاروق. قبلها كنا بنتكلم على كرة السلة، الأهلي اكتسح سبورتنج في الكاس والأهلي توج باللقب. امبارح أنت بتتكلم برضو على الأهلي في كرة السلة رجال قدام الزمالك في كاس مصر. الأهلي امبارح حطم أمال الزمالك، موت الزمالك امبارح جالهم جلطة على الفطار. الأهلي متخيل في فترات اللقاء كلها متأخر، والزمالك كان متقدم، والزمالك بقى كان عنده فرصه حلوه جدا ان هو يكسب اللقاء امبارح ويبقى عنده تنفس كده، او جمهور يتنفس في العاب الصالات بعد فشل كره القدم، بعد فشل كره اليد اللي كانوا دايما يعني متفوقين فيها، بس ما عادش عيب، خلاص راحت من ايديهم. فامبارح الاهلي لحد نهايه اللقاء ب 51 ثانيه 64 ينتهي اللقاء على ايه؟ بفوز الاهلي 72 65. ورجاله الاهلي امبارح في الدقيقه الاخيره الجن الاحمر او الجن الازرق بتاع التيشيرت طلع على الزمالك امبارح، فالله يكون في عون جمهور الزمالك. الله يكون في عون جمهور الزمالك امبارح متسحرين بجلطه امبارح. كانت امالهم وطموحاتهم كبيره امبارح ان هم يكسبوا اللقاء، لكن كتيبه اوجست امبارح بتعلم على الزمالك وبتحقق سلسله انتصارات وحطمت الرقم القياسي المسجل بيه برضه بفوز الاهلي بمباراه متتاليه جدا على الزمالك. فالف مبروك لكل جماهير الاهلي، امبارح فوز مهم جدا على الزمالك. ما عندناش الا لعبه واحده اللي هي العقل، اللي هي كره الطايره رجال. ان شاء الله برضو السل او ان شاء الله يبقى السيدات برضو مباراه فاصله النهارده، ان شاء الله الاهلي يحقق فيها الفوز، ما يبقاش عندنا الطايره هي العقل الوحيده بس، يعني يبقى نصها كده اللي هو الرجال يعني. فمبروك لكل جمهور الاهلي، مبروك لعشاق كل جماهير الاهلي. امبارح نايمين مبسوطين فرحانين. بطولات، انت بتتكلم في كل يوم بطوله، بتفتح التلفزيون النهارده لا بطوله اليد، بطوله السله رجال، بطوله السله سيدات. فمبروك لكل جماهير الاهلي. طبعا يتم الفرحه ديت مع فوز الاهلي مع الرجاء. انت بتتكلم على مباراه يوم 22 يوم 22 ابريل ان شاء الله، الاهلي مع الرجاء في استاد القاهره، 52,000 مشجع. كل بقى الاماني وكل التعليقات ان انت تفوز على الرجاء باذن الله. الرجاء عنده ظهير الايمن هيغيب في المباراه ديت، ودي حاجه تكون كويسه بحيث ان انت تقدر تستغل علي معلول، وطبعا بتتكلم على احمد عبد القادر ان كان موجود او حسين الشحات، والجنب ده يكون جبهه حلوه للاهلي وفاتح فيها شوارع في الرجاء باسم الاهلي ان شاء الله. تشكيل الاهلي لا يختلف عن محمد الشناوي ومحمد هاني وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي. عندك بقى في الديفندر يعني انت هتبقى مختلف، اكيد هتبقى حابب حمدي فتحي مع مروان عطيه اللي بيقدم مستويات عاليه، عمرو السوليه مع اليو ديانج اللي بدا يعود بمستواه. لكن عندك خيره في المكان ده حلوه جدا، وعندك هيبقى قاعد على الدكه ناس حلوه ومطمن للمكان ده ان شاء الله، ويكون الاهلي مسيطر ومكتسح في نص الملعب وقافل ترابيسه وعامل دفاعاتك الحصينه في المباراه دي. عندك بعد كده برضو وفره في اللعيبه، تتكلم احمد عبد القادر او حسين الشحات او بيرستاو، او طبعا بتتكلم على كهربا ومحمد شريف، ايا يكن مين هيلعب اساسي. بس انت بتعيش عصر كبير جدا وحلو جدا لحسين الشحات، كذلك احمد عبد القادر. الاهلي قدر ان هو يكسب الكاس طبعا بعدم وجود احمد عبد القادر، لكن بصفه عامه هيكون عندك وفره لعم كولر يقدر يستغل الوفره ديت في فترات المباراه المختلفه او طريقه اللعب المتنوعه اللي هو بيعتمد عليها في الفترات الاخيره. فاذا الاهلي مطمن، الاهلي انت حاب يعني انت مطمن للاعيبه اللي عندك. اللعيبه عندك كلها حلوه، كهربا بيسجل، محمد شريف بيسجل، فاذا عندك وفره في اللعيبه ديت. عندك احمد عبد القادر وعندك حسين الشحات، كلها مهارات فرديه حلوه جدا واللعيبه بتصنع الفرق في الفتره الاخيره. فان شاء الله عم كولر يكون موفق ان هو يختار التشكيله والطريقه الحلوه باذن الله. الباقي بقى يبقى عندك في الدكه موجودين، تقدر تستغل قفشه، تقدر تستغل طبعا محمد شريف لو قاعد على الدكه، طبعا طاهر محمد طاهر برضه هيبقى موجود. فاذا عندنا لعيبه هتكون في الملعب رجاله، لعيبه في الملعب هتكون على الدكه منتظر ان هي تنزل تبقى وحوش، وفي نفس الوقت عندك في المدرجات جمهورك 52,000 مشجع هيحركوا الصخر، هيحركوا اي حاجه في الملعب. فان شاء الله يكون الاهلي من نصيبه الفوز، ان شاء الله يكون الاهلي من نصيبه التفوق وحسم المباراه هنا في الذهاب، عشان لما نروح الرجاء هناك في ملعب محمد الخامس يكون الامور خلصانه ومنتهيه باذن الله. الرجاء بقى له فتره كبيره جدا في الدوري هناك، هو الخامس. انت بتتكلم 4 مباريات الاخيره هو خسر مباراتين، تعادل مباراتين، اداؤه سيء جدا طبعا الفتره الاخيره. الوداد اتعادل معاه في مباراه الديربي الاخيره برضه في الدوري، بتتكلم في الدقائق الاخيره من المباراه. لكن بصفه عامه تبقى هي مباراه مهمه جدا للاهلي. الرجاء قد يجي يعني قد يجي المباراه ديت وهو عامل نفس بقى انه عايز يكسب. الاهلي السنه اللي فاتت برضه نفس الدور، نفس كل الاجواء، الاهلي تاهل، فبالتالي هم عندهم دافع كبير جدا، وبالتالي لعيبه الاهلي تكون مركزه في المباراه ديت ان هي تحسمها هنا في القاهره، عشان ما نروحش هناك زي مباراه الرجاء يبقى في جمهور كبير جدا نتاثر لعيبتنا. في نفس الوقت هم يستغلوا العامل ده، وانت عارف بقى موضوع التحكيم، والله يكون في العون حتى الحكم اللي هيبقى موجود عندنا ان شاء الله باذن الله.
نتمنى من لعيبه الاهلي انصاف الفرص تخلص، الكره تيجي عند الجون ما ترحمش، سجل واكبر عدد من الاهداف تكون خلصان في المباراه ديت. الاهلي طول ما هو هيحسم هنا في القاهره هترتاح هناك في الرجاء، وفي نفس الوقت تبدا تحسم الامور بدري بدري. ان شاء الله كل التوفيق للاعيبه الاهلي، ان شاء الله كل التوفيق لعم كولر ان هو يختار اللعيبه والتشكيل اللي يبقوا موجودين في المباراه ديت الانسب للمباراه. كل الناس بتقول يا رب، ويا رب الاهلي ان شاء الله يفوز في المباراه ديت باذن الله.